اهلا بيكم، معاكم مغازي. بعد ما الحلقة الاولى من افلام ممنوعة من العرض عجبت ناس كتير، رجعنا بالجزء التاني النهاردة. افلام اتحاربت واتمنعت، وبعضها لاسباب سياسية او دينية، وبعضها بسبب جرائة بعض المشاهد او تخطيها للمألوف. ما تنسوش الاشتراك عشان يوصلكم كل جديد، ويلا بينا نبدأ. أول فيلم معانا فيلم الشيخ حسن أو ليلة القدر، إنتاج سنة 1952، تأليف وإخراج حسين صدقي. الفيلم ده ما اتمنعش مرة ولا اتنين، لأ ده اتمنع 3 مرات، وده عشان ناقش موضوع يعتبر لحد دلوقتي خط أحمر: الزواج بين مسلم ومسيحية، واحد من أجرى التجارب في تاريخ السينما المصرية. الفيلم بطولة حسين صدقي وليلى فوزي وهدى سلطان، وبيحكي قصة الشيخ حسن، راجل دين مسلم وبيقع في حب بنت مسيحية اسمها لويزا، وبيتجوزها رغم رفض أهلها. لكن الدنيا ما بتمشيش بسهولة، أهلها بيمنعوها من زيارة والدتها المريضة إلا لو اتطلقت، فيطلقها الشيخ حسن على أمل يرجعها بعد كده، بس بيكتشف إنها حامل. لويزا بتموت في النهاية بعد ما تعبت في الولادة. قبل ما تموت بتطلب من القس إنه يسلم بنتها لجوزها الشيخ حسن ويدفنها في مقابر المسلمين لأنها بقت مسلمة. واضح من القصة إن الفيلم مش بس عن قصة حب، ده صدام ثقافي وديني كبير، وعن فكرة الوحدة الوطنية اللي كانت وما زالت مسألة حساسة في بلد زي مصر. أول ما الفيلم اتعرض سنة 1952 الدنيا قامت ما عادتش، الاعتراضات انهالت من الجانبين، مسلمين ومسيحيين، المثقفين ورجال الدين وحتى جهات أمنية. كلهم قالوا إن الفيلم بيهدد التماسك الوطني، ووزارة الداخلية فعلا سحبته من دور العرض بعد أسبوع واحد بس. وبعد ثورة 23 يوليو حسين صدقي حاول يعرض الفيلم تاني، وفعلا اتعرض، لكن اتمنع مرة تانية بأمر من محمد نجيب شخصيا، اللي خاف من تأثيره على المسيحيين. في سنة 1954 حاولوا يرضوا كل الأطراف، فغيروا نهاية الفيلم، وبدل ما لويزا تموت مسلمة خلوها نهاية مفتوحة، وكمان غيروا اسم الفيلم من ليلة القدر للشيخ حسن. وحضر جمال عبد الناصر العرض الرسمي اللي كان داخله رايح للمؤتمر الإسلامي. بس حتى بعد كل التعديلات دي الاعتراضات فضلت، خاصة من الكنيسة الكاثوليكية اللي شافت ان الفيلم بيشجع البنات المسيحيات على ترك دينهم. ولأن جمال عبد الناصر خاف ان يأثر استمرار عرض الفيلم على شعبيته بين المسيحيين، أمر برفعه للمرة الثالثة والأخيرة. لكن رغم المنع، فيلم الشيخ حسن كان علامة، وأول مرة يتفتح ملف الوحدة الوطنية على الشاشة، ومحاولة مناقشة الزواج المختلط بشكل واقعي. الفيلم كان جريء بزيادة على وقته، ويمكن بزيادة على وقتنا لحد النهاردة. تاني فيلم المتمردون، إنتاج سنة 1966، إخراج المخرج توفيق صالح، تأليف الكاتب صلاح حافظ. فيلم المتمردون مش مجرد قصة مرضى في مصحة، ده مراية كبيرة كانت شايفة اللي بيحصل في مصر وقتها، وبتقول الحقيقة قبل ما تيجي الهزيمة. الفيلم إنتاج 1966 قبل نكسة 67 بسنة واحدة. القصة بتبدأ في مصحة لعلاج مرضى السل في قلب الصحراء. دكتور عزيز اللي لعب دوره شكري سرحان بيجي يتعالج هناك بعد إصابته بالمرض، لكنه بيتصدم من الواقع. المصحة منقسمة لفئتين زي المجتمع بالظبط، الأغنياء في جناح فخر، علاج ورعاية وأكل زي الفنادق، والغلابة متكدسين في عنابر معدومة، مفيش علاج ولا حتى مياه آدمية. الفساد في المكان بيمشي على رجليه، ممثل في رشوان بيه مدير المصحة اللي بيهدر حقوق الفقراء لمصلحة الأغنياء، وبيدعموا تحالف معروف هو المال والنفوذ. ميمي شكيب كانت بتمثل إخلاص هانم، الست اللي ماسكة الجمعية الخيرية، بس قلبها مش مع الغلابة، قلبها مع مصالحها وصداقة رشوان بيه. الدكتور عزيز بيحاول يعمل فرق، ينضم للمرضى ويدعمهم، ومع الصحفي رجب افندي اللي لعب دوره الفنان توفيق الدين. ويحصل التمرد، المرضى بيطردوا الاداره وبيخلوا الدكتور عزيز قائدهم، بس المفاجاه انهم مش عارفين يديروا المصلحه. الحلم كان كبير بس من غير تنظيم، وبيتحول للفوضى، والحكومه بتتدخل والشرطه بتقتحم، والتمرد بينتهي والفاسدين بيرجعوا مكانهم وكأن مفيش حاجه حصلت. الفيلم لما اتعمل الرقابه كانت شايفاه تهديد واضح، واسقاط سياسي صريح على الطبقيه في عهد عبد الناصر، واسقاط على نظام بيوزع احلام، لكن الواقع ما بيحققش منها حاجه. الشركه المنتجه رفضت توزيعه وقالت انه بيسيء لسمعة مصر، وتوفيق صالح تعرض لضغط كبير واتقال له يغير مشاهد ويختصر تانية ويضيف نهاية مختلفة عشان الفيلم يقدر يطلع للنور سنة 1968، يعني بعد النكسة. النقاد بيقولوا ان المتمردون لو كانت شاف قبل 5 يونيو 67 كان ممكن نعرف احنا رايحين على فين. الفيلم ده كان نبوءة. اسقاطات الفيلم واضحة عن الحالم اللي حصلته البيروقراطية والفساد اللي جواه الجهاز نفسه، والجهاز اللي فضل يقتل اي محاولة اصلاح. فيلم المتمردون كان ضوء خافت وسط ضلمة قاتمة، وكان سابق عصره. فضل السؤال معلق في الاذهان: هو احنا نقدر نتمرد من غير ما نفهم، نثور من غير ما نعرف نصلح؟ لو الحلقة عجباكم وشايفين انها مفيدة، دوسوا اشتراك وفعلوا الجرس، وخلينا نكبر مع بعض. دعمكم هو اللي بيشجعنا.
الفيلم الثالث فيلم العصفور، إنتاج سنة 1972، رؤية وإخراج العبقري يوسف شاهين، قصة وسيناريو وحوار الكاتب لطفي الخولي. فيلم مليان أسئلة تقيلة وجريئة ومحرجة، مش عن العدو ولا عن الحرب، إنما عننا إحنا. الفيلم أحداثه بتحصل قبل نكسة 67 بشوية. بطل الفيلم يوسف صحفي نضيف وبيشتغل على تحقيق استقصائي عن الفساد اللي في البلد. مصنع كبير اتبنى من غير ما يشتغل، واللي وراه ناس كبار في الدولة. في نفس الوقت بهية الست البسيطة اللي عايشة في حي الحسين بتكافح عشان بنتها تتعلم وبيتها يبقى مأوى المصريين من كل الطبقات، كأننا بنتفرج على مصر في أوضة واحدة. لحد ما الكل بيتفاجئ بالهزيمة والنكسة، وبعدها إعلان الرئيس تنحيه من منصبه، فيخرج الشعب غاضب رافض الهزيمة ويتمسك بالصمود والحرب حتى التحرير. وتصبح بهية رمز للوطنية ورمز لمصر، عشان تجسد ده في نهاية الفيلم بصرختها وتقول لا هنحارب لا هنحارب، تبرز رغبة الشعب المصري في النضال. يوسف شاهين كان عنده سؤال واضح في الفيلم: ازاي بلد كانت بتحلم بالنصر وبتسمع من الزعيم وعود كبيرة تقع فجأة في الهزيمة؟ هل اللي وقعنا هو العدو ولا احنا اللي وقعنا نفسنا؟ الرقابة شافت في الفيلم هجوم مباشر على ثورة يوليو ونظام عبد الناصر، فقالوا احنا في عدوان وانت عايز تتكلم عن الفساد، وقرروا يمنعوا الفيلم من العرض. الفكرة ان شاهين ما كانش بيشكك في وطنية حد، لكنه كان بيفضح حاجة تانية: الفشل الإداري والسكوت عن الحرامية، واللي اتقال عليهم في الفيلم بوضوح اللصوص الشرعيين. فضل الفيلم محجوز في الإدراج لحد ما حصلت حرب أكتوبر، وبعد ما الدنيا فرحت الرقابة وافقت تعرضه سنة 1974. وقت الحرب كانت الأغنية الرئيسية للفيلم رايحين شايلين في ايدنا سلاح هي نفسها اللي اتذاعت في الإذاعة وقت المعارك، وفضلت ترتبط بالنصر لحد النهاردة. ورغم ان الفيلم اتعرض لكن الهجوم ما وقفش. الصحف الحكومية اتهمت شاهين انه بيشكك في ثورة يوليو وبيخدم أعداء البلد، وقالوا ان فيلمه بيهجم على جمال عبد الناصر، واتقال ان ده فيلم السادات للانتقام من عبد الناصر. لكن الحقيقة أبسط من كده، شاهين كان بيسأل مش بيهاجم. فيلم العصفور واحد من أوائل الأفلام اللي بصت للنكسة من جوه مش من عند العدو. شاهين سأل ليه سيبنا البلد كده، ومين سرقنا، وازاي السكوت على الفساد وصلنا للهزيمة. هيفضل الفيلم علامة في تاريخ السينما المصرية. رابع فيلم معانا فيلم وراء الشمس، إنتاج سنة 1978، إخراج المخرج محمد راضي، قصة وسيناريو وحوار الكاتب حسن محسن. فيلم وراء الشمس مش فيلم مجرد قصة درامية، ده كان صرخة ضد الظلم. الفيلم بيبدأ بسهير اللي لعبت دورها الفنانة نادية لطفي، اللي بتنقلب حياتها بعد ما والدها بيقتل وأخوها بيتقبض عليه. بتتجند تكتب تقارير عن الطلاب والأساتذة اللي بيتكلموا في السياسة، بس مع الوقت بتحس إنها بتخون نفسها وبتخون الناس، وبيبدأ الضمير يصحى جواها. الاسم نفسه وراء الشمس مش عادي، ده مصطلح كان بيتقال في عهد عبد الناصر، وكان معناه ان الشخص اختفى، دخل السجن الحربي ومحدش عارف عنه حاجة. وفعلا الفيلم بيحكي عن ضابط حاول يطلب بتحقيق في اسباب الهزيمة، لكن اتقتل في بيته، في اشارة واضحة لان مفيش صوت اعلى من صوت النظام. الغريب ان الرقابة وافقت على السيناريو، بس لما شافت النسخة النهائية للفيلم رفضت عرضه، وقالوا مشاهد التعذيب كتير والشخصيات واضحة جدا، وممكن الناس تطابقها على شخصيات حقيقية في الدولة. من هنا بدأت المشاكل. صناع الفيلم ما سكتوش وراحوا لمجلس الشعب، واللجنة الثقافية ضغطت واتعرض الفيلم فعلا، بس ما كملش كتير، واتقال ان جهات عليا دخلت عشان توقف عرضه. من كواليس التصوير اللي هتخليك تتفاجئ انهم كانوا عايزين يصوروا مظاهرة في جامعة القاهرة، بس الامن رفض. وقتها مات عبد الحليم حافظ والناس نزلت الشارع بالملايين، فمحيي اسماعيل اقترح يستغلوا الجنازة، وفعلا صوروا مشهد وسط الجنازة، وقالوا في الاعلانات شاهدوا فيلم وراء الشمس، قصة المليون متظاهر. اما مشهد النهاية مؤلم قوي وحي، شكري سرحان بيصرخ كفاية دم كفاية دم، الدم ده في رقبتكم كلكم. وبعدها محمود المليجي في دور السول عبد الحق يصرخ في وش رشدي أباظة اللي هو الضابط الجعفري ويقول كفاية يا كفرة. وبعدها تطلع عبارة على الشاشة: أيها السادة انتبهوا جميعا حتى لا تحدث هذه الجريمة مرة أخرى. الفيلم اتمنع رسميا في عهد السادات، رغم ان البعض شايف انه كان بيخدم النظام الجديد بانتقاده للفترة الناصرية، بس الرقابة وقتها كانت قلقانة من الناس اللي ممكن تفهم الرسالة. وراء الشمس وثيقة ورسالة وصرخة، فيلم فضح اللي كان بيحصل ووراه جراءة مش بسيطة. الفيلم الخامس والأخير معانا فيلم 5 باب، إنتاج سنة 1983، إخراج المخرج نادر جلال، وسيناريو وحوار الكاتب شريف المنباوي. الفيلم من بطولة عادل إمام ونادية الجندي وفؤاد المهندس، وده كان أول وآخر تعاون بين عادل إمام ونادية الجندي. القصة بتحصل في الأربعينات في قلب القاهرة القديمة في حي بغاء شهير وقتها، والبطل منصور ضابط شريف بيتنقل هناك، وبيبقى عليه مسؤولية ضبط الإيقاع في منطقة كلها فساد وبلطجة. لكن القدر بياخده في طريق تاني لما يقع في حب تراجي واحدة من ستات الحي
الحي اللي بتشتغل في البغاء بعد ما جوزها مات وعيالها ما بقاش ليهم مصدر دخل. اللي بيقود اللعبة كلها هو عباس القواد الكبير واللي عينه على كل حاجة وخصوصا تراجي، ولما بيشوف ان منصور ممكن يبوظ له الشغل بيلفق له قضية مخدرات وبيتسبب في فصله من الشرطة، لكن منصور ما بيستسلمش وبيتخفف شخصية كرياكو وبيحاول ياخد حقه. الفيلم قدم الحي بكل تفاصيله القاسية من فساد وبؤس وعلاقات بشرية ملخبطة، لكن كمان قدم مشاهد جريئة، مشاهد فيها إيحاءات ولبس جريء، سيناريو فيه ألفاظ تعتبر غير لائقة من وجهة نظر الرقابة خصوصا مع طبيعة المكان والشخصيات اللي الفيلم بيتناولها. ورغم ان الرقابة وافقت على السيناريو وعلى التصوير بالكامل واتعرض الفيلم في السينمات بالفعل وجاب ايرادات كويسة جدا في الاسبوع الاول، الا ان وزير الثقافة وقتها عبد الحميد رضوان فاجئ الجميع بقرار رسمي بوقف عرضه، وقال ان الفيلم مخل بالاداب وبيسيء لصورة مصر بسبب المشاهد الجريئة واللغة المستخدمة. بعد كده المنتج رفع قضية استمرت 8 سنين كاملة وفاز بيها في النهاية، وتمت الموافقة على عرض الفيلم رسميا، لكن بعد ما كان الجو العام نسيه والفيلم اتدفن. المنع عمره ما بينفي الحقيقة، بالعكس بيخلي الناس تدور عليها اكتر. قولولي ايه اكتر فيلم شدكم في الحلقة، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. استنونا في الحلقة الجاية. سلام.